حقيقة بما يخص الهجوم التركي الأخير على شمال العراق وقصفها بالأسلحة المحرمة دوليا الكيماوي، بات جليا وواضحا سكوت العالم وتخاذل العالم عن الجرائم التي ترتكبها الحكومة التركية ضد شعوب المنطقة. طبعا عقد اجتماع في الفترة السابقة في موسكو ضم كل من تركيا والنظام وأيضا موسكو للتنسيق وتسليم الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة للنظام. هذه حقيقة تعتبر خيانة للثورة السورية التي تدعي تركيا بأنها حامية أو حاضنة للثورة السورية، إلا أن مصالحها أولى بالنسبة للمعارضة. فمن هذا المنطلق بات جليا لشعبنا في شمال وشرق سوريا بأن لا عهود في السياسة، وخاصة من قبل تركيا وروسيا. فشعبنا جاهز وعلى أهبة الاستعداد لشن حرب ثورية ضد أي اعتداء ربما تفكر فيه تلك الحكومات أو الميليشيات التابعة لها في سوريا وخارج سوريا. فشعبنا على دراية تامة وإلمام تام وثقافة تامة وجاهزية تامة سياسيا وعسكريا لأي هجمات قد تتعرض لها بلادنا أو وخاصة في شمال وشرق سوريا. فشعبنا على دراية تامة وإلمام تام وثقافة تامة وجاهزية تامة سياسيا وعسكريا لأي هجمات قد تتعرض لها بلادنا أو وخاصة في شمال وشرق سوريا. فشعبنا في شمال وشرق سوريا جاهز وعلى درجة من الثقافة والوعي، ويقف صفا واحدا خلف قوات سوريا الديمقراطية من أجل الدفاع عن المكتسبات ودماء الشهداء التي بذلت في سبيل أن ينال شعبنا في شمال وشرق سوريا حريته وكرامته. واللعب عبثيا في الوقت الضائع لإبرام صفقات أو اتفاقيات لبيع الأرض أو التغيير الديمغرافي والسيطرة على أرض باتفاقيات مع تركيا مبرمة وموقعة، منها تسليم الحكومة التركية أراضي سورية، وهذه تعتبر حقيقة خيانة. فلا يحق للحكومة السورية الاجتماع أو التنازل أو النقاش مع تلك الدول دون الرجوع إلى المكونات السياسية في سوريا والأحزاب الموجودة في سوريا أو المعارضة في سوريا من أجل إيجاد حل سياسي شامل يضمن كافة الحقوق، إلا أن تفرد الحكومة السورية وعدم اعترافها بالآخر سبب إرباك تسبب أيضا في استمرار الأزمة في سوريا. أن عدم جدية الدول التي تجتمع بها روسيا مثل تركيا وإيران والتحالف الدولي في إيجاد صيغة سياسية تنهي الصراع هو سبب رئيسي من استمرار الصراع. فنعتقد وفي حساباتنا بأن الوضع في سوريا سيبقى على ما هو عليه لاستراتيجيات مرسومة من قبل تلك الدول لجعل سوريا دولة غير مفيدة، وأيضا جعل سوريا تعيش حالة شبيهة بفيتنام أو الصومال. فهذا وضع مزري ومخيف جدا. هذا حقيقة بالنسبة للملف التركي الهمجي المخيف والتخبط في السياسة التركية، عندما تدعي بأنها ليس لها مصلحة بتواجدها في الأراضي السورية. لماذا لم يقم أردوغان في مثل هذه التصريحات سابقا؟ لماذا يقوم بقصف شمال العراق أيضا بالأسلحة الكيماوية؟ إذن هناك تناقض وكذب ومراوغة واضحة من قبل الحكومة التركية. فهناك قضية الانتخابات التي سيفشل إن شاء الله أردوغان في كسبها هي سبب رئيسي من تلك المؤامرات والاجتماعات لتسليم الأراضي السورية إلى جهات مجهولة أو ميليشيات مجهولة